السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, welcome back to my channel and I hope you're fine. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا 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 في الإنجليزي، وناس كتير بتلخبط فيها حتى اللي مستواهم كويس في اللغة عامة، ألا وهي الفرق بين ال present perfect وال past simple. طبعا أنت دلوقتي قاعد محتار وبتقول طب إيه الداعي اللي يخلي حد مستواه كويس في اللغة يتلخبط في قاعدة زي دي؟ أنا ههدى جدا، مش هتعصب خالص، واسمع معايا الحكاية دي للآخر. تخيل انك قاعد مع صاحبك الاجنبي وبتساله وبتقوله انت ليه ما بتردش على تليفونك. هو رد عليك وقالك I lost my phone yesterday، يعني انا ضيعت تليفوني امبارح. السؤال المنطقي جدا اللي هترد عليه بيه هيكون طب لقيته ولا لسه؟ هو رد عليك ساعتها وقالك No I have lost my phone. يعني ايه الفرق بين الجملتين دول؟ هو في الاول قالك ان هو ضيع تليفونه امبارح، وبعدها رجع قالك انه لا ده هو لسه مضيعه حالا. ده معناه ايه؟ احترت صح؟ اهو ده بالضبط موضوع فيديو النهارده، الفرق بين ال present perfect وال past simple. اتنين ازمنه شبه بعض، لكن لو خلطت بينهم المعنى هيتغير تماما. طيب خلينا نبدأ معانا بأول حاجة وهي ال past simple. طبعا احنا في فيديو حالات اف كنا قلنا ان احنا فيديو حالات اف انا حذفته بسبب ان هو كان صوته وحش، فان شاء الله هنصوره وننزله تاني. يعني المهم ان احنا في الفيديو ده كنا قلنا ان اي قاعدة عندنا بنذاكرها في الانجليزي لازم نكون عارفين عنها 3 حاجات، يعني كراستنا كده يبقى مكتوب فيها 3 سطور لكل قاعدة. اول حاجة التكوين، تاني حاجة الاستخدام، وتالت حاجة مثال علشان تفتكر بيه التكوين والاستخدام، لان لو حفظت التكوين والاستخدام استحالة هتعرف تطبق اصلا يعني. تمام. فاحنا عندنا هنا برضو عايزين نعرف عن ال past simple 3 حاجات، التكوين والاستخدام ومثال عليها علشان نفهم. طبعا التكوين دي مرحلة خلاص عديناها، يعني احنا دلوقتي بنركز اكتر في فكرة الاستخدامات او الفرق بين الاستخدامات، بس هقول لكم برضو التكوين بتاع كل تنس للتذكير ولا اكثر يعني. وخلينا نبدأ بتكوين ال past simple. التكوين بتاعها بيكون التصريف الثاني للفعل. وقبل ما ندخل في تفاصيل اكتر عن ال past simple عايزة اقول لكم نصيحة، الجرامر بتاع الانجليزي ما بيتحفظش، اياك تحفظ جرامر. طب اعمل ايه؟ افهم واستنتج، بالظبط زي ما عملنا في الفيديو بتاع little وليتل وفيو وافيو. هل انا حفظتك القاعده؟ انا لو كنت جيت كده قلت لك فيو بتيجي مع كذا وافيو بتيجي مع كذا وليتل بتيجي مع كذا وليتل بتيجي مع كذا وهنحفظ وزي الفل وهنحفظها يوم، تالت يوم هاجي اسالك مش هتبقى حافظ اي حاجه، مش هتبقى فاكر اي حاجه، ده غير انك مش هتعرف تطبق اصلا. بس لما عملت الفيديو بتاع الليتل وليتل وفيو وافيو انا عملت ايه؟ انا اديتك جملتين واستنتجنا من خلالهم الباقي. لما قلت لك ان ليتل بتكفي، ان ليتل غير معدوده قصدي، وان ايه بتكفي، انا اديتك جملتين، الجملتين استنتجنا من خلالهم الباقي. فعلشان كده انا بقول الجرامر بيتحفظ في مثال، احفظ المثال ومن خلال المثال استنتج التكوين والاستخدام وكل حاجه. لان لو حفظت القاعده انا مثلا بقول لك ان الباست سيمبل بيكون التكوين بتاعه التصريف الثاني للفعل، تعالى بعد 3 ايام، هل هتفتكره؟ استحالة. بس لو جيت حفظت مثلا جملة فيها past simple وجيت قلتها بعد كده هتفتكر ده كان تكوينه كذا. I visited Paris last year، انا زرت باريس السنة اللي فاتت. تمام. فانا هنا افتكرت حاجة، افتكرت ان انا كنت بستخدم التصريف الثاني للفعل بعد السبجكت. تمام. اعتقد الفكرة وضحت، ورجاء رجاء رجاء ننسى الشغل بتاع زمان بتاع الحفظ والتلقين والكلام ده كله. انا مش هنا عشان القنك الجرامر خالص، الجرامر مش بيتحفظ، الجرامر بيتفهم وبنستنتج من خلال الجمل اللي احنا بنحفظها. تمام. نرجع بقى تاني للباست سيمبل. احنا خدنا طبعا التكوين بتاع الباست سيمبل وقلنا عندنا ان هو التصريف الثاني للفعل، وده قلنا للتذكير بس. تمام. ندخل بقى في المهم. احنا عندنا الاستخدام، بنستخدم الباست سيمبل امتى؟ بنستخدمه لما نتكلم عن حاجة حصلت وانتهت في وقت محدد في الماضي، يعني حاجة حصلت خلاص وانتهت والوقت بتاعها في الماضي معروف وواضح. تمام. خلينا ناخد مثال علشان نفهم. انا بقول I visited Paris last year، لسه قايلها من شوية، انا زرت باريس السنة اللي فاتت. الجملة هنا عندنا اتوفر فيها حاجتين، اول حاجة ان انا زرت باريس خلاص والزيارة خلصت وانتهت، تاني حاجة اتوفرت معايا ان الوقت عندي هنا واضح ومتحدد ومعروف، اللي هو ايه؟ اللي هو last year، السنة اللي فاتت. ناخد مثال تاني، she watched the movie yesterday، هي شافت الفيلم امبارح. برضو توفر عندي حاجتين، هي شافت الفيلم خلاص امبارح، حاجة حصلت وانتهت، وتوفر معايا الوقت المحدد اللي شافت فيه الفيلم اللي هو كان yesterday، امبارح.
تمام. يبقى انا هنا لما اسمع اي حد بيتكلم عن حاجه حصلت وانتهت في الماضي وليها وقت محدد ومعروف في الماضي، هنا اعرف على طول ان انا هستخدم الباست سيمبل. طيب احنا قلنا عندنا الجرامر ما بتحفظش، الجرامر بنستنتجه وبنفهمه. طيب احنا من خلال الجمله هنا استنتجنا ايه؟ اول استنتاج احنا قلنا من شويه ان التكوين بتاعها بيكون التصريف الثاني للفعل. طيب تاني استنتاج ايه؟ تاني استنتاج عندنا ان الباست سيمبل لازم يكون مرتبط بجمله بتحدد الوقت في الماضي، زي ما قلنا عندنا في الجملتين last year و yesterday. في كلمات تانية كتير زي مثلا ما اقول ان بلس تاريخ، ممكن اقول to in 2034 او 10 او in 2000، اي تاريخ بقى عندنا، اي تاريخ بعد ان. ممكن برضو في كلمات تانية زي 2 years ago او 3 months ago. بصوا اي كلمات تحدد وقت في الماضي. انا برضو هنا باكد عليكم ان انا مش جايه علشان احفظكم الكلمات اللي بتدل على الباست سيمبل. انت هتقرا الجمله هتفهم ان الجمله دي بتحدد وقت في الماضي، تمام. الجمله دي حددت وقت في الماضي بعد حاجه حصلت وانتهت، تمام. يبقى خلاص ده past simple. يبقى انا هنا مش جايه علشان القنك واحفظك الكلمات اللي بتدل على الباست سيمبل. احنا قلنا الجرامر بيتفهم مش بيتحفظ، تمام. نروح بقى عندنا، احنا كده خدنا عندنا الباست سيمبل، خدنا عندنا 3 حاجات زي ما قلنا: التكوين، التصريف الثاني للفعل، الاستخدام بنستخدمه لما نتكلم عن حاجه حصلت وانتهت في الماضي في وقت محدد، تمام. ونيجي لتالت حاجه معانا، وخدنا مثالين مش مثال واحد لما قلنا I visited Paris last year و she watched the movie yesterday، تمام. وقلنا كمان ان الباست سيمبل لازم يكون مرتبط بكلمه بتحدد الوقت في الماضي، تمام. اعتقد كده خلصنا الباست سيمبل. نروح بقى لتاني tense معانا وهو البريزنت بيرفكت. التكوين بتاعه بيكون have او has plus الباست participle، تمام. التكوين قلنا برضو مش محتاجينه في حاجه، احنا هنا بنتكلم في فكره الاستخدام، الفرق بين الاثنين الزمنين، تمام. نروح بقى للاستخدام. الموضوع هنا مختلف شويه. البريزنت بيرفكت مش بيركز على الحاجه دي حصلت امتى، هو بيركز على انها حصلت وخلاص، او انها حصلت ولسه ليها تاثير لحد دلوقتي في الحاضر. ناخد نفس المثال اللي اخترناه في الباست سيمبل عشان نوضح الفكره اكتر. انا بقول I have visited Paris، انا زرت باريس امتى انا مش عارف، بس المهم ان انا خدت التجربه دي في حياتي وزرت باريس قبل كده، تمام. ناخد المثال التاني لما كانت بتقول she has just watched the movie، هي لسه شايفه الفيلم حالا. امتى انا مش عارف، بس هي لسه مخلصاه حالا، حاجه حصلت وخلصت وانتهت خلاص ولسه ليها تاثير في الحاضر. ناخد مثال تالت علشان نفهم. انا بقول مثلا we known each other for 10 years، احنا نعرف بعض من 10 سنين. طيب المعرفة هنا بدأت من امتى؟ بدأت من 10 سنين ولسه مكملة معايا المعرفة دي لحد دلوقتي، يعني لسه ليها تأثير في الحاضر، يعني لسه موجودة معايا لحد دلوقتي وليها تأثير في الحاضر عليا، تمام. يبقى هو ده بالظبط استخدام البريزنت بيرفكت. بستخدمه لما اجي اتكلم عن حاجة حصلت في الماضي، مش مهم الوقت بتاعها بقى خالص، المهم ان هي حاجة حصلت وخلاص، او حاجة لسه ليها تأثير في الحاضر، حصلت ولسه ليها تأثير في الحاضر، تمام. يبقى الفرق الكبير ان الباست سيمبل لازم نحدد الوقت، لازم يكون في كلمة بتحدد الوقت في الماضي، تمام. لكن البريزنت بيرفكت عكس كده تماما. البريزنت بيرفكت مش محتاجة اقول last year ولا yesterday، بس ممكن اقول I have just eaten او I have never been to London، بس ما ينفعش اقول برضو ان I have eaten yesterday، ما ينفعش نهائي، تمام. فما ينفعش احدد وقت وانا بتكلم في البريزنت بيرفكت. اعتقد احنا كده شرحنا الفرق بين الاتنين بطريقة واضحة جدا وسهلة جدا، وخليني اديكم جملة تسهل عليكم الموضوع اكتر. احنا عندنا البريزنت بيرفكت بنستخدمه لما نتكلم عن 3 حاجات. اول حاجة لما نتكلم عن تجربة حصلت في حياتي، زي ما قلت قبل كده في المثال بتاع I have visited Paris، انا زرت باريس، انا زرتها مش عارف امتى، بس انا خدت التجربة دي في حياتي وزرتها قبل كده. الحاجة التانية بنستخدمها لما نتكلم عن حاجة لسه حاصلة حالا، زي ما قلت she has just watched the movie، هي لسه مخلصة الفيلم حالا. تالت حاجة بنستخدمها لما نتكلم عن حاجة حصلت في الماضي ولسه ليها تأثير عليا لحد دلوقتي في الحاضر، لما قلت we have known each other for 10 years، يعني احنا نعرف بعض من 10 سنين، تمام. المعرفة بدأت من 10 سنين ولسه مكملة معايا لحد دلوقتي، يعني لسه ليها تأثير عليا في الحاضر، لسه نتيجة المعرفة دي مكملة معايا لحد دلوقتي، تمام. الباست سيمبل بقى ده سهل جدا، بنستخدمه لما نتكلم عن حاجة حصلت وانتهت في وقت محدد ومعروف في الماضي، تمام. اعتقد كده الدنيا بسيطة جدا، وبعد الجملة دي اعتقد الدنيا بقت ابسط بكتير. انا كشاد لو بسمع فيديو زي ده، قبل ما تقولوا يعني هقول لكم، انا لو بسمع فيديو زي ده على اليوتيوب وشفت الجملة الأخيرة دي هتقول طب ما ليه ما قلتيش الجملة دي من الأول؟
يعني كنت ريحت دماغك بدل الرغي اللي فات ده كله. يعني انا ههدى جدا، مش هتعصب تاني، وهرد عليك ببساطة. لان لو كنت قلت الجملة دي في اول الفيديو استحالة كنت هتفهمها. احنا في الفيديو بتاع little و little و few و a few قلت لكم جملتين في اول الفيديو صح؟ لما قلت لكم ان little غير معدودة و a بتكفي، هل انت فهمت حاجة؟ بالضبط هي نفس الفكرة. لو كنت قلت لك الجملة دي في الأول استحالة كنت تفهم أي حاجة، فكان لازم الرغي اللي فات ده كله علشان نوصل للمرحلة دي ونفهم. دلوقتي انت تقدر تكتب الجملتين دول في الكراسة بتاعتك وهتفتكر لأنك اوريدي سمعت الشرح وفهمت وخلاص. الدنيا دي خلاص كل الحاجات دي عدت عليك قبل كده. تمام، وأعتقد كده الشرح بسيط جدا ومفيش أي حاجة محتاجين نفسرها أكتر من كده. شرحنا كل تنس بالتفصيل وكل حاجة عنه، واتكلمنا عن الفرق بين الاستخدامات. نرجع بقى للجملة اللي كنا قلناها في أول الفيديو اللي هي I lost my phone yesterday. I have lost my phone. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق ان في اول جملة هو قالك I lost my phone yesterday، يعني انا ضيعت تليفوني خلاص امبارح، حاجة حصلت وانتهت، تمام، حاجة خلصت وانتهت. طيب انت بتقول له انت لقيته ولا لسه؟ هو رد عليك وقالك No I have lost my phone، يعني لا هو لسه مأثر عليا لحد دلوقتي، يعني لسه ما لقيتوش لحد دلوقتي. تمام، فهمتوا الفكرة؟ يبقى الفرق بين الاتنين ان بنستخدم الباست سيمبل لما نتكلم عن حاجة حصلت في وقت محدد في الماضي، حاجة حصلت وانتهت. تمام. البريزنت بيرفكت قلنا برضو الاستخدامات بتاعته بنستخدمه لما نتكلم عن حاجة حصلت، مش مهم هي حصلت وقتها امتى، المهم ان هي حصلت وخلاص. تجربة حياتية بقى. او ممكن نستخدمه لما نتكلم عن حاجة لسه خلصانة حالا، او ممكن نستخدمه لما نتكلم عن حاجة حصلت في الماضي ولسه ليها تأثير عليا لحد دلوقتي في الحاضر. وبس كده، اعتقد مفيش ابسط من كده شرح. كالعادة قبل ما ننهي اي فيديو ما ننساش اخوتنا في غزة في 3 حاجات: قاطع، اتكلم وانشر عنهم، وادعي لهم ربنا ينصرهم ويعزهم هم وكل اخواتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويعزهم ويمكنهم عن قريب باذن الله. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. I know ان هي نهاية كليشيه جدا بس it's okay يعني. وبس كده، باي باي.